الصوره دي كانت انتشرت اول من فتره قريبه، ودي دراسه لقت ان كل العدات ادت لنفس الزياده العضليه. بس للاسف الموضوع مش بالبساطه دي. خليني اشرح لك. هل لما انت تجيب 100 كيلو تلعب بيهم 12 عده سكوات زي لما تجيب نفس ال 100 كيلو وتتمرن بيهم 4 و6 عدات سكوات؟ مستحيل طبعا. الفكره هنا في شده وصعوبه ال 100 كيلو دول بالنسبه لك، والشده يعني الوزن ده فين موصلك للفشل العضلي، زي اللون الاحمر اللي في الصوره. وده فشلك بانك تجيب عده ثانيه اضافيه. يعني انت لو جبت ال 100 كيلو دول ولعبت بيهم 12 عده وكان باقي لك 3 عدات على الفشل العضلي، اللي هو انت تجيب بيه 15 عده وما تقدرش تجيب ال 16، ورحت عملت بنفس الوزن 4 ل 6 عدات وبنفس عدد المجاميع، عضلاتك مش هتزيد جرام واحد، لان ده اصلا مش هيبقى مؤثر ليك. تمرينك هيبقى سهل زي اللون الازرق اللي في الصوره كده. الفكره انك تختار وزن يحقق نفس البعد من الفشل العضلي عشان تحقق تاثير الضخامه العضليه. ايه ده؟ يعني انا المفروض ما اوصلش للفشل العضلي عشان عضلاتي تزيد؟ هنتكلم في الموضوع ده بعدين. هدي لك مثال مش مظبوط بس هيوضح لك الفكره ازاي انت تزيد عضلات. لو لعبت بال 100 كيلو دول 12 عده وكان باقي لك عدتين على الفشل العضلي، او 150 كيلو 6 عدات وكان باقي لك عدتين على الفشل العضلي، او 80 كيلو 20 عده وكان باقي لك برضه عدتين على الفشل العضلي، كل اللي انا قلته ده شبه بعضه بالظبط في النتيجه من حيث الضخامه العضليه. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير.